أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنغوص أكتر في مجموعة أبحاث ودراسات لطيفة جدا مستلهمة من أفكار براين تريسي. السؤال المحوري هو: إزاي ممكن نبقى أذكى؟ يعني هل في طرق عملية نطور بيها عقلنا؟ تمام. ودي نقطة مهمة قوي لأن الأبحاث دي بتغير المفهوم التقليدي. الذكاء يعني مش ختم بيتختم على الواحد وخلاص، لا، هو أقرب لعضلة أو مهارة محتاجة فهم وتمرين عشان نعرف نستخدم عقلنا صح، مش زي ما الناس فاكرة وبس. الأبحاث دي بتبدأ بقصة رمزية قوي عشان توضح نقطة معينة. قصة الحكماء اللي ما بيشوفوش والفيل. كل واحد منهم لمس حتة مختلفة من الفيل. فاللي لمس الرجل قال لك ده عمود، واللي لمس ودنه قال دي مروحة كده يعني. بالظبط، والعبرة هنا زي ما الأبحاث بتشرح إنك لما تبص للموضوع من زاوية واحدة بس، فهمك بيبقى ناقص وممكن يبقى غلط تماماً. الذكاء الحقيقي بقى محتاج تجمع كذا وجهة نظر عشان الصورة تكمل. الأبحاث كمان بتقول إن الناس اللي تفكيرها محدود شوية بتميل تتمسك برأيها وخلاص. طب إيه مثال عملي على ده من الأبحاث؟ بصي، الأبحاث بتدي مثال. لو مديرك في الشغل مثلا طريقته مش كويسة معاك، أول تفكير بيجي إن هو قصدك أو مش طايقك. لكن التفكير الأوسع شوية اللي الأبحاث بتشجع عليه إنك تفكر في احتمالات تانية. يمكن هو نفسه مضغوط، يمكن شايف حاجة في شغلك محتاجة تتظبط. يعني توسيع دايرة الاحتمالات. هو ده، بدل القفز النتيجة واحدة سريعة. جميل. نقطة تانية الأبحاث دي وقفت عندها كتير هي التخطيط. في دراسة مهمة قوي من هارفارد اتعملت في السبعينات. فضلوا متابعين خريجين ل20 سنة كاملة. النتيجة كانت مبهرة شوية. حوالي 60% من الناس اللي حققوا نجاح ملحوظ سواء مادي أو اجتماعي كانوا عاملين خطط لحياتهم من بدري. النقطة دي فعلا أساسية، والأبحاث بتأكد إن التخطيط مش بس عشان الفلوس أو المنصب، الأهم إنه بيديك رؤية، اتجاه واضح. لما يبقى عندك الرؤية دي، قراراتك اليومية بتبقى ماشية مع الهدف الكبير، مش مجرد رد فعل للحظة أو اختيار للراحة وخلاص. بتحس إنك ماسك الدفة، فاهم قصدي؟ فهمك جدا. ده بينقلنا لنقطة تانية، وهي فكرة منتشرة الأبحاث دي بتحاول تصححها: إن الذكاء هو سرعة البديهة، الرد السريع واللاذع اللي فيه خفة دم. أيوة بالظبط. الأبحاث بتقول إن دي غالباً مهارة بتيجي بالممارسة والخبرة في مواقف معينة، مش بالضرورة ده هو الذكاء العميق. الذكاء اللي الأبحاث بتقصده هنا هو الcomplex thinking، التفكير المعقد أو المركب، العملية اللي بنستخدم فيها عقلنا الواعي بقى للتحليل والتخطيط والمنطق. زي إيه مثلا؟ زي مثلا نموذج الأبحاث بتقترحه اسمه جولز، يعني تحدد هدفك الكبير جول، وبعدين الأهداف الصغيرة objectives اللي توصلك ليه، وبعدين الاستراتيجيز أو الاستراتيجيات، يعني الطرق اللي هتمشي بيها، وفي الآخر الأكشن بلان، خطة العمل بقى، مين هيعمل إيه وإمتى. خطوات منطقية ومترتبة. تمام. ده تفكير بياخد وقت ومجهود عقلي، مش رد فعل لحظي. لفت نظري كمان تركيز الأبحاث على حاجة اسمها المرونة الذهنية أو mental flexibility. إن الشخص الذكي مش متجمد عند أفكاره أو المسلمات اللي حواليه، بيعرف يشكك ويفكر في الحاجات بطرق جديدة. امم ودي مهارة مهمة جدا. الأبحاث بتقترح طريقة عشان ننميها اسمها التفكير من نقطة الصفر أو zero based thinking. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تاخد قرار أو تحلل موقف، حاول تفضي دماغك خالص من كل اللي تعرفه أو خبراتك اللي فاتت مؤقتا طبعا، وفكر كأنك أول مرة تشوف الموضوع ده. اسأل نفسك، لو حد تاني خالص ما عندوش خبرتي دي كان هيفكر إزاي؟ كأنك بتعمل ريسات لعقلك. بالظبط كده. ده بيساعد نخرج من القوالب اللي تعودنا نفكر بيها ونشوف حلول ممكن ما كانتش تيجي على بالنا أصلا. وده يمكن يوصلنا لآخر نقطة: الفرق اللي الأبحاث بتعمله بين التفكير اللي سموه ميكانيكي أو تقليدي والتفكير الإبداعي. لو طبقنا ده على مثال زي مشروع كافيه، التفكير التقليدي معروف: مكان كويس، نجيب عمالة، نعمل منيو شكله حلو. تمام. الخطوات المحفوظة. التفكير الإبداعي بقى زي ما الأبحاث بتوصفه بيكسر ده كله، بيمسك الفكرة الأصلية كافية ويفككها لعناصرها: مكان، قعدة، طلبات، دفع، تجربة العميل، ويبدأ يسأل ماذا لو على كل حتة. زي إيه مثلا لو دي؟ يعني مثلا، ماذا لو شلنا الترابيزات والكراسي خالص وخلينا الناس تقعد على الأرض على شلت مريحة؟
ماذا لو الطلب والدفع كله من أبليكيشن بس؟ ماذا لو الزبون يشارك بنفسه في تحضير قهوته؟ الأبحاث بتوضح إن الشخص المبدع عنده القدرة دي، إنه يتخيل بدايل لكل عنصر تقليدي. الذكاء فيه الحتة دي، القدرة على التفكيك وإعادة التركيب بشكل جديد. يبقى لو حبينا نلم الأفكار دي كلها من الأبحاث اللي اتكلمنا فيها النهاردة، نقدر نقول إن الذكاء بيظهر في قدرتك تشوف الموضوع من كذا زاوية، وفي التخطيط للمستقبل برؤية، وفي التفكير اللي بياخد وقت ومنطق مش السريع وخلاص. وكمان في المرونة، إنك ما تتمسكش بأفكار قديمة وتقبل الجديد وتتحداها. والقدرة على الإبداع بقى إنك تخرج بره الصندوق. فعلا. والنقطة الأهم اللي بتجمعها كل الدراسات دي إن الذكاء ده مش محطة بنوصلها ونقف، لأ، دي رحلة تعلم مستمر وتحدي للنفس وتطوير. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم في الآخر: إيه هي الفكرة أو الافتراض اللي أنا متمسك بيه قوي، وممكن يكون جه الوقت إني أبصله النهاردة بنظرة جديدة خالص باستخدام التفكير من نقطة الصفر؟ سؤال حلو نفكر فيه. فعلا. سؤال مهم جدا نبدأ بيه.